تعليق تاريخي من كابتن محمد أبو تريكة على إنجاز المنتخب المغربي التاريخي والفوز على فرنسا في قبل نهائي كأس العالم للشباب 5-4، حيث علق تريكة وقال تصريح للتاريخ عن المنتخب المغربي، حيث قال تريكة: المنتخب المغربي قدم ملحمة كروية بكل معنى الكلمة، وكتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الإفريقية والعربية. الوصول إلى نهائي كأس العالم مش صدفة، وإنما نتيجة عمل وتخطيط وإيمان وثقة في النفس. المنتخب ده بيمثل قارة كاملة وشعوب عربية كلها بتفتخر بيه. اللعيبة عندهم شخصية وهوية وروح قتالية تدرس. الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة من القتال بيعكس قوة ذهنية غير عادية. المدرب والجهاز الفني كانوا أذكياء وواقعيين وعرفوا يستغلوا كل لحظة في البطولة. النهائي مش مجرد مباراة بالنسبة للمغرب، دي رسالة إن أفريقيا مش أقل من أوروبا ولا أمريكا الجنوبية، وإن اللي يشتغل ويحلم يقدر يوصل لأبعد نقطة. المنتخب المغرب بقى ثالث منتخب أفريقي في النهائي بعد نيجيريا وغانا، ولكن الفارق هنا إنهم داخلين المنافسة وعندهم رغبة في اللقب، مش مجرد مشاركة مشرفة. الجماهير وراهم والدعم العربي والأفريقي تاريخي. اللي بيعمله المغرب النهاردة بيدي أمل لكل منتخبات القارة، وبيثبت للعالم إننا عندنا مواهب وتنظيم وشخصية قادرة توصل لأبعد مدى. أنا بقولها بكل فخر، المغرب شرفتنا وورتنا يعني ايه اصرار، وخلونا نعيش حلم جديد، وان شاء الله يكملوا المشوار ويرفعوا كأس العالم، لانهم يستاهلوا كل الاحترام والتحية. والف مبروك لشعب المغرب كله، وان شاء الله تفرحوا وتكمل على خير بكأس العالم.